الأحاديث أحيانا أحدهم يقول بما بات مألوفا حتى في أسماعنا: شفت أجنبي بإقامة راكب لكزس، شفت أجنبي بإقامة راكب لينكولن، لماذا تستكثر عليه نعمة الله؟ لماذا تزدريه؟ والله عز وجل مقسم الأرزاق موزعها بحكمته البالغة. شيئان نحمد الله أنهما بيده لا بيد غيره: الآجال والأرزاق، لأنها لو كانت بيدي ويدك لافترينا وتجبرنا. والظلم من شيم النفوس، فإن ترى ذا عفة فلعلة لا يظلم. الاحتقار والازدراء لا يجوز. الظلم القولي أن تستكثر عليه حتى الزي الوطني. ما المشكلة أن يلبس الأجنبي شماغا وغترة وعقالا وبشتا؟ لماذا تستكثره عليه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، اسمع إلى هذا الحديث عن المعرور، قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، يعني كحلة أبي ذر. فسألته عن ذلك فقال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. يا هندي، يا أجنبي، يا رفيق، يا صديق، يا هيه، لماذا كل هذا الاحتقار؟ كل من يفعل ذلك امرؤ فيه جاهلية، كبر أو صغر، تقدم أو تأخر، اغتنى أو افتقر، هذا حكم عام لم يسلم منه الصحابي الجليل أبو ذر رضي الله عنه. يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. إذا دخلت بالأرز واللحم اقسم للأجير منه، ولا تعطيه الاندومي، لا تعطيه ما قل من الطعام. إذا جئت بذبيحة فاجعل لهذا العامل منها. إذا دخلت على أولادك بالفاكهة اقسم له نصيبا منها. ما عذر من يحتقر ويستصغر، ومن واسطته يوم القيامة، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ثمة ألفاظ حسنة، لا تسمه أجنبيا، سمه وافدا، سمه ضيفا، سمه مغتربا، سمه مقيما. ليس حكرا أن تسميه بهذا الاسم الذي يكرهه، الذي لا يحبه، الذي يشعر معه بالعنصرية والدونية. ألا إن من صور الظلم الفعلي، وأشد أنواع الظلم الفعلي الاستطالة بالضرب، الاستطالة بالضرب كالنار. من صور الظلم الفعلي إخلاف العقد. أتى به من الهند، من الباكستان، من مصر، من الشام، بمسمى وظيفي تغير حين وصل. أتى به على راتب فإذا به يتغير حين وصل. استخدمه محاسبا فوجد نفسه سائقا أو بائعا فانقلب حارسا. استخدمه على 5000 فإذا راتبه 2000، إلى غير ذلك. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. من صور الظلم الفعلي تأخير الرواتب أو الغض منها. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. الراتب حقه، ليس لك فيه ناقة ولا جمل. من أعجب ما سمعت أن بعض أرباب الأعمال، وهذا شاذ بإذن الله،
أن بعض أرباب الأعمال يعطي هذا الأجير من زكاة ماله لا من حر ماله. أكان يظن أن خدمته واجب على العبيد، أو أنه يجري على عروقه الدماء الزرقاء من بين سائر الناس؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه وآله الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. كم عدد الذين يؤخرون العمال بالشهرين والثلاثة؟ كم عدد العاملات المنزليات اللواتي ينتحرن لما يجدنه من الضيق والعنت وتأخير الرواتب؟ ألا إن من الظلم الفعلي أن يسكن الكفيل مكفوله في مكان لا يستطيع هو أن يسكنه، غرفة أشبه ما تكون بالزنزانة. أدعوكم حتى لا تقولوا إن الخطيب متحمس ويتكلم بما لا وجود له، أدعوكم لزيارة أي شقة معروضة فيها غرفة خادمة. انظروا إلى هذه الغرفة التي يجتمع فيها الحمام والمطبخ في مساحة لا تعدو 3 في 3 في أحسن الأحوال. أحد الكفلاء كان يحبس مكفوله في الرياض في قضية عاصرتها أنا. كان يحبس مكفوله في غرفة فيها حمام. هذا المكفول غير مسلم من الجنسية الإثيوبية، 5 أشهر وهو على هذا الحال، ثم فر بنفسه. التقفته مكاتب دعوة الجاليات فأسلم الرجل، فجيء به إلى كفيله وقد تغير حاله، بل تحول إلى داعية أسلم على يديه كثير من أبناء جلدته، فلم يتغير من حال الكفيل شيئا وأصر على بلاغ الهروب. من صور الأذى الفعلي أن بعضهم يحجز جواز المكفول، يمنعه من السفر، وزوجته تستنجد به في بلاده، تنتظر عفتها، تنتظر حنو زوجها، وأبناؤه يتضاغون ينتظرون والدهم فيحبس جوازه. ألم يمر على ذهن هذا الكفيل الظالم حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. تأدية الحقوق من أعظم الواجبات. النبي عليه وآله الصلاة والسلام يقول: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، أخرجه مسلم. والله بأبلغ من ذلك يقول: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. قدر من الظلم الواقع يكرسه الضغط المعرفي العام، تكرسه بعض وسائل الإعلام. قرأت مقالا منشورا في جريدة الرياض في رمضان الفائت، ليس هذا، يقول فيه الكاتب: لماذا يكره المواطن الأجنبي؟ ثم خلص إلى شحن المواطن بمزيد من العنصرية. شبه هذا الوافد بأنه غول يستنزف مقدرات البلد ويحرق 2,000,000 برميل من النفط، وأنه يتسلط على السلع التي تدعمها الدولة. كثير من هذا الكلام حق، لكن هذا الوافد هو الذي يستأجر من المواطن، وهو الذي يشتري منه سلعته، وهو الذي يعلم أبناه ويبني طريقه ويعلي مبانيه، وهو الذي ساهم في نهضة البلد. أيكون تقديره بعد ذلك أن يرى كالطفيلي الذي لا يعرف من قضاياه إلا تحويل المليارات؟ إننا مطالبون بإشاعة الأخوة، لا سيما إذا كان هذا الوافد مسلما. إخوانكم خولكم، إنما المؤمنون إخوة، إلى غير ذلك. من صور الظلم النفسي، التهديد بالترحيل، التهديد ببلاغ الهروب، إلى غير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. إذا كنت قد ذكرت
صورا موجودة في المجتمع، فليس معنى ذلك أنني مغرق في السوداوية، وليس معنى ذلك أنه ليس في المجتمع كفلاء وأرباب عمل يمثلون نموذجا متحضرا، نموذجا إسلاميا. بلى، هم موجودون وهم بين ظهرانينا، يحنون على المكفول، يقومون بمساعدتهم، بل بعضهم يتجاوز البحار والوهاد والنجاد ويصل إلى بلد المكفول وتربطه به علاقة لا تنتهي ولا تنقضي. هذه هي الصور التي نريد أن نشيعها، هذه هي الصور التي ينبغي أن تكون طافحة على السطح طاغية عليه، لا صور الظلم والاستبداد. لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. الإمام زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه كان عنده أمة مملوكة جاءت بشواء حار تعثرت، سقط الشواء على ابن زين العابدين، بيت النبوة بيت الطهر والصفاء، سقط على رأسه فمات. غضب لأن هذه فلذة كبد. قالت: يا مولاي والكاظمين الغيظ، قال: كظمت غيظي. قالت: يا مولاي والعافين عن الناس، قال: عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين، قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. ما أحوج مكتب العمل أن يعلق هذه القصة على أروقته وأن يصدر بها خطاباته الرسمية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. إخوانه، أما بعد، حدثنا عن المشكلة، أفلا حدثنا عن الحل؟ نعم، الحل أيها الإخوة أن يكون مقدر رقاب الخلق بيد جهات لا أفراد، أن يكون كفالة الأفراد على الدولة، كفالة الوافدين على الدولة، لا على أحد الأفراد أو على مؤسسات وهيئات، لا على أشخاص. وهي خطوة سابقة سبق إليها بعض الجيران في الخليج، وآمل أن تصل إلى هذا البلد المبارك بإذن الله. اللهم إن أحاديث أحيانا أحدهم يقول: بما بات